أرابيسك مش مجرد مسلسل، دي حكاية اتعايشت في بيوت كتير. حسن أرابيسك راجل من ولاد البلد، اتربى على الجدعنة وعلى إن الكلمة وعد وإن الشغل عبادة. إيده على الخشب وقلبه على اللي حواليه، عيلته، حارته، ناسه. حسن كان شخص عنده موهبة وشغف، قلبه مليان قيم، لكنه اتخدع واتسحب في طريق فيه إغراءات بريقها يخليك تحس إنك فوق الكل. في وسط ضغوط الحياة والتغييرات المستمرة، أوقات كتير الإنسان بيحس إنه تاه حتى لو كان قوي وأصيل. الحياة ساعات بتحاول تسرقك من جذورك، تضحك لك بالفلوس السهلة والمعارف الكبيرة وتنسيك مين أنت فعلياً. حسن تاه، خسر كتير، الحارة اللي اتربى فيها، الناس اللي حواليه، حتى نفسه. لكن جوه كل الألم ده كان في حاجة لسه عايشة، جوهره الأصلي، القيم اللي اتربى عليها، الجدعنة والاحترام اللي اتعلمه. الدرس هنا إن القوة الحقيقية مش في المكاسب السريعة ولا في الألقاب ولا في اللي نملكه. القوة الحقيقية في اللي ما نخسروش قيمتنا، أصلنا، هويتنا. مهما بعدنا، مهما ضاع الطريق، الرجوع للأصل هو الطريق اللي بيخلينا نكون أصليين وعايشين بوعي وبقلب صافي. حسن مش مجرد شخصية، لكنه رمز لكل شخص أصيل تاه، اتعرض للخداع، لكن قدر يرجع لنفسه. وده درس لكل واحد فينا، مهما الدنيا شدتنا، أصالتنا عمرها ما بتموت.